السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهاردة هيفيدك جدا. لو عندك دهب كده من فترة طويلة او عندك دهب قديم او شقيان معاكي بقى، دايما لابساه في ايدك، ومن ده للطبيخ لعجين وكل الحاجات دي بتترشق فيه ومش عارفة تعملي فيه ايه. هننضفه وهنخليه يرجع جديد وبيبرق وينور في 5 دقايق وبس. ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو النهاردة. يلا تعالوا نشوف. هنستخدم حاجات بسيطة جدا جدا. اول حاجة عندي هجيب كده طبق صغير، يا ريت ما يكونش ألمونيوم. هجيب عندي اي مسحوق غسيل، تمام كده. هحط منه شوية صغيرين. هحط كمان عندي مية سخنة، وكمان نقطتين بس من الخل يا جماعة، ما كترش خل ابدا. وبعد كده هحط فيه الدهب بتاعي ده وهسيبه بس 5 دقايق. 5 دقايق بالظبط. شايفين التفاعل بقى من اللي هو المسحوق مع الخل مع المية السخنة عمل تفاعل ازاي؟ هسيبهم كده 5 دقايق. كل ده بقى التفاعل ده يفور لي اي حاجة مش نظيفة في قلب الدهب. بعد كده هجيب عندي فرشة اسنان قديمة مش هستخدمها، وبعد كده هبدأ انضف الدهب بتاعي وادعكه كويس جدا من بره ومن جوه. مجرد ما احط الفرشة فيه وامشيها عليه كده هنلاقي كل الحاجات اللي مش نظيفة بتطلع معانا بمنتهى السهولة، لاني لما نزلتها في المية كل ده يعتبر باش وبينزل معايا سهل جدا مع الفرشة. مش هتاخد معايا وقت خالص خالص. شايفين بقى اللمعان؟ يا سلام، الدهب معاكي هينور. لو كل فترة عملتي الطريقة دي مش هتحملي هم وساخة الدهب ابدا. ومهما الدهب قعد عندك فترة طويلة برضو هتقدري انك تلمعيه وتخليه يرجع جديد تاني وينور بالشكل ده. شايفين بقى الدهب لمع معايا ونور وعمل ازاي؟ يا سلام، ولا اجمل، اكنك لسه شارياه جديد. ما كانش هو الدهب اللي قبل ما نغسله ابدا. شوفوا الجمال. جربي الطريقة ديت هتعجبك جدا وهتستخدميها دايما. ما تنسوش تصلوا على رسول الله وتوحدوا الله. بحبكم جدا.